تاني ركن عندنا يا شباب من أركان الدولة وهو الحيز الجغرافي. يعني إيه حيز جغرافي؟ قال لك هو الرقعة المحددة التي تمارس الدولة عليها سيادتها. يعني إيه الكلام ده؟ الرقعة يعني المساحة. طيب المحددة يعني المساحة المحاطة بحدود سياسية معترف بها دوليا. طيب تمارس الدولة عليها سيادتها يعني تمارس الدولة عليها استقلالها وسيطرتها. الدولة المصرية فيها يابس، فيها مياه إقليمية، فيها مجال جوي. هتقولي في دول بتنقص فيها ركن من الأركان ديت؟ طبعا في دول زي الدول الحبيسة هيبقى فيها يابس وهيبقى فيها مجال جوي، ولكن مش هيبقى فيها مياه إقليمية. إنما مصر بتطل على بحار زي البحر المتوسط والبحر الأحمر، يبقى فيها مياه إقليمية. طيب بالراحة ناخد ركن من الأركان ديت. أول حاجة عندنا اليابس. اليابس جاية من اسمها، اليابس يعني المساحة الأرضية، اليابس يعني الأرض، المساحة الأرضية. المساحة الأرضية ديت اللي هو جوه مصر بنعمل عليها إيه؟ التي يعيش عليها السكان. بنزرع، بناكل، بنعمر، بنعمل فيها كل حاجة داخل السكان. أكيد مش هنعيش فين؟ في البحر. طيب يبقى هي المساحة الأرضية التي يعيش فيها السكان، وتمتد داخل إطار الحدود السياسية. بالراحة كده افهم معايا الخريطة. في حدود سياسية مثلا تفصل ما بين مصر وليبيا، الحدود ديت عن خط طول 25 شرطا. طيب في حدود جنوبية بتفصل ما بين مصر والسودان، الحدود ديت عند دائرة عرض 22 درجة شمالا. يبقى اليابس ده فين؟ ده داخل الحدود أو داخل إطار الحدود السياسية، ده اسمه إطار. الخط ده، خط الحدود ده اسمه خط إطار. طيب يبقى داخل الإطار ده اليابس، المساحة الأرضية التي يعيش عليها السكان. طيب المساحة ديت أو الحدود اللي عندنا حدود إيه؟ قال لك عندنا حدود جنوبية، حدود غربية، حدود شمالية، حدود شرقية. طيب الحدود الجنوبية أول حاجة زي ما قلنا عند دائرة عرض 22 درجة شمالا تفصل ما بين مصر والسودان. الحدود ديت اتعملت إمتى؟ في اتفاقية حصلت 1899. الاتفاقية ديت انجلترا وعباس حلمي الثاني الملك المصري في الوقت ده عملوها مع بعض، اتفاقية الحكم الثنائي اللي تفصل ما بين مصر والسودان. طيب يبقى الحدود ديت حدود طبيعية ولا حدود بشرية؟ استنتج معايا كده بالراحة عشان مش هتلاقي الكلام ده مع أي حد تاني. الحدود الجنوبية ديت حدود بشرية. يعني إيه بشرية؟ يعني الإنسان هو اللي عملها، مش ربنا هو اللي حط الحدود ديت ما بيننا وما بين السودان. لا، ده الإنسان مثلا زي إنجلترا أو الدول هي اللي عملتها، يعني زي إنجلترا وزي مصر. طيب رسمت امتى؟ زي ما قلنا 1899 لتفصل بين مصر والسودان. طيب في حدود تاني اللي هي الحدود الغربيه 25 خط طول 25 درجه شرقا. طب الاتفاقيه دي حصلت امتى او المعاهده دي حصلت امتى؟ قال لك 1925 لتفصل بين مصر وليبيا. طيب بالراحه، الحدود ديت حدود طبيعيه ولا بشريه؟ زيها زي الحدود الجنوبيه. مين اللي عملها؟ مصر وليبيا. طيب يبقى معنى كده الحدود الغربية دي ما بين قوسين حدود بشرية هي أيضا. حدود إيه؟ بشرية. طيب تالت حاجة عندنا الحدود الشمالية. الحدود الشمالية اللي هو خط ساحل البحر المتوسط. مين اللي حاطط البحر المتوسط اللي حاطط وضع مصر تطل على البحر المتوسط؟ ربنا طبعا سبحانه وتعالى. يبقى الحدود ديت طبيعية ولا لأ؟ طبعا حدود طبيعية من صنع ربنا. انما الحدود الغربيه والحدود الجنوبيه ديت حدود بشريه من صنع البشر والدول. طيب رابع حاجه الحدود الشرقيه. الحدود الشرقيه ديت اللي فيها بعض الكلام شويه. يبقى الحدود الشرقيه ديت فيها البحر الاحمر، بنطل على البحر الاحمر، وديت حدود طبعا طبيعيه. ولكن في جزء الشمال الشرقي عندنا في العقبه، خليج العقبه، وده في 3 دول مسيطرين عليه، سواء الاردن سواء السعوديه سواء مصر. وفي الحدود الشماليه الشرقيه فوق خالص بتاعه فلسطين وبين بتاعه شبه جزيره سيناء مع فلسطين. شبه جزيره سيناء جزء من مصر، في جزء منها بيطل على الحدود مع فلسطين. فعملنا حدود تفصل ما بين فلسطين وسيناء فلسطين ومصر سنه 1906. يعني معنى كده الحدود الشرقيه ديت حدود طبيعيه ولا بشريه؟ فيها حدود طبيعية اللي هو البحر الأحمر وخليج العقبة، وفيها حدود بشرية اللي هو ما بين مصر وفلسطين. الحدود دي اترسمت امتى؟ 1906. تمام يا شباب؟ طيب ده بالنسبة لليابس. طيب المياه الإقليمية.
جايه من اسمها مياه، يعني مساحات بحريه. مساحات بحريه تمتد من الخط الاساسي للساحل الى درجه 12 ميلا. يعني ايه 12 ميلا؟ الميل عامه ديت وحده قياس. الميل بيساوي، عشان برضو اكتبها لك هنا، ميلا بيساوي 1850 متر. يعني كيلو 850 متر. اضرب كده 1850 في 12 ميلا، هيديك المساحة أو المياه الإقليمية التي تسيطر عليها مصر. ما المساحة ديت في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر. يعني من أول هنا بالظبط، ده الخط الأساسي للساحل، نمتد ليه 12 ميلا قدام، يبقى هي ديت المساحة اللي بتسيطر عليها مصر في المياه الإقليمية. طيب مصر عرفت أهمية الثروات اللي موجودة في المياه الإقليمية، عشان كده حددت المياه الإقليمية أو الحدود بتاعتها بطريقه ملحوظه وبطريقه دقيقه جدا. ليه يا باشا؟ قال لك في ثروات كتير مثلا في البحر المتوسط. الثروات ديت زي ايه؟ ثروات زي الغاز الطبيعي، زي البترول، زي الثروات البحريه الغذائيه زي السمك اللي بيطلع من البحر المتوسط. يبقى انا عايز احافظ على الاستمراريه او التنميه المستدامه، او احافظ على تلك الموارد. فهتعملي ايه يا مصر؟ هحدد الحدود بتاعه المياه الاقليميه بتاعتي، حدود بطريقه ملحوظه ودقيقه جدا. ليه يا باشا؟ للحفاظ على تلك الموارد، او الضمان الحفاظ على تلك الموارد لتحقيق التنميه المستدامه. اكتب ورايا. يبقى مصر في المياه الإقليمية، اللي هي المساحة البحرية التي تمتد عادة لمسافة 12 ميلا بحريا من خط الساحل الأساسي، يعني من الخط ده إلى 12 ميلا، حددت حدودها في المياه الإقليمية بشكل دقيق. حددت حدودها بشكل دقيق. ليه يا باشا؟ للحفاظ على تلك الموارد. طب انا لما احافظ على تلك الموارد اللي هي الغاز الطبيعي، البترول، او الثروات السمكية، هضمن ايه؟ تحقيق، اكتب ورايا الكلام ده، التنمية المستدامة. عندنا اخر حاجة المجال الجوي، جاية من اسمها. المجال الجوي يعني المساحة الرأسية. المساحة الرأسية التي تشمل المياه الإقليمية زائد اليابس، وهو المساحة الرئيسية التي تعلو الحيز الجغرافي، يعني المساحة. طيب مساحة الدولة أو الحيز الجغرافي للدولة اللي هو اليابس والمياه الإقليمية، وتمارس الدولة عليها سيادتها. يعني ما ينفعش طيارة تبقى جاية من دولة أخرى تخش المجال الجوي عندنا من غير ما تستأذن. لا، احنا ممكن عادي نضربها عادي بصواريخ عشان دخلت من غير ما تستأذن. يعني رحلات الطيران اللي بتحصل ديت بتحصل مع اتفاقيات. يعني في رحله جايه من الكويت مثلا عندنا، ما ينفعش تبقى جايه من نفسها، لازم تبقى متفقه مع مثلا مصر للطيران اللي هي هتهبط على مصر في الوقت كذا، هتخش المجال الجوي بتاعنا في الوقت كذا، في الساعه كذا. يبقى لازم تستأذن قبل ما تخش، وده المجال الجوي. يا شباب، تعد مصر أكثر الحدود ثباتا واستقرارا عبر التاريخ، وده اللي أسهم في تكوين شخصية مصر. حدود. ثالث ركن من أركان الدولة يا شباب عندنا وهو السلطة. يعني إيه سلطة يا صاحبي؟ قال لك هي المؤسسات التي تدير شؤون الدولة. يعني ايه المؤسسات التي تدير شؤون الدولة؟ يعني اول حاجة هي المؤسسات التي تضع القوانين، وفي مؤسسات التي تنفذ القوانين، وفي مؤسسات التي تحافظ على الامن العام. يبقى السلطة هي المؤسسات التي تدير شؤون الدولة من خلال اول حاجة وضع القوانين. يعني ايه وضع القوانين؟ يعني تشريع القانون، يعني سلطة تشريعية. ركز معايا، انا هخليك تطلع مكونات السلطة من قبل كمان ما ناخدها. سلطة تشريعية. طيب من خلال ايه تاني؟ قال لك العمل على تنفيذها، العمل على تنفيذ تلك القوانين. يعني مين اللي هيعمل على تنفيذها؟ طبعا السلطة التنفيذية، العمل على تنفيذها. ما بين قوسين كده، سلطة تنفيذية.
طيب تالت حاجة المحافظة على الأمن العام. طيب كده احنا خدنا وضع القوانين دي سلطة تشريعية، العمل تنفيذها سلطة تنفيذية. طيب المحافظة على الأمن العام دي سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، وهي دي المكونات السلطة اللي احنا ناخدهم دلوقتي. يعني معنى كده السلطة هي المؤسسات التي تدير شؤون الدولة من خلال وضع القوانين، من خلال العمل على تنفيذها، من خلال المحافظة العامة. يعني كده يوجد علاقة بين السلطة وإدارة المجتمع أو تحقيق النظام. ايه العلاقة؟ ما هي السلطة هي المؤسسات التي تدير شؤون المجتمع، هي التي تدير إدارة المجتمع أو شؤونه، من خلال هي اللي بتضع القوانين، هي اللي بتنفذ القوانين، هي اللي بتحافظ على الأمن العام. يبقى طبعا يوجد علاقة بين السلطة وإدارة المجتمع وتحقيق النظام. طيب احنا دلوقتي هناخد مكونات السلطة اللي احنا لسه واخدينهم: سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، وسلطة قضائية. هنعرف كل واحدة فيهم دلوقتي بالتفصيل. طيب أول حاجة سلطة تشريعية. مين بيرأس السلطة التشريعية؟ مين اللي بيتولاها؟ مجلس النواب. مجلس النواب او مجلس الشعب ده شغلته ايه؟ اقول لك يا صاحبي. اول حاجة: واحد، اقرار السياسة العامة للدولة. اقرار السياسة العامة يعني وضع الخطوط العريضة اللي هتمشي عليها الدولة. دي الناس دي بتجتمع بيحطوا الخطوط العريضة اللي هتمشي فيها الدولة في كافة المجالات، سواء اقتصادية سواء سياسية سواء اجتماعية. تاني حاجة يا صاحبي: الموازنة العامة للدولة. الموازنة العامة يعني الخزانة، يعني دلوقتي تحديد الإيرادات وتحديد المصروفات. أنا دلوقتي جايلي فلوس سواء من المشاريع زي قناة السويس، زي المشاريع تبع القوات المسلحة، زي الجمارك، الكلام ده كله بيدخل فلوس للدولة، زي دفع الضرائب، الكلام ده كله بيدخل إيه؟ فلوس للدولة. دي إيرادات الدولة بتحصل عليها سواء من المصريين أو من الناس الأجانب اللي داخلين مثلا بجمارك. طيب او الناس اللي بتعدي او المراكب اللي بتعدي من قناة السويس. طيب ده الايرادات. طيب المصروفات، انا حددت كده الايرادات، انا داخل لي 200 مليار. طيب 200 مليار في السنة. المصروفات اللي عليا ايه؟ انا هطلع منهم 20 مليار مثلا للتعليم، مؤسسات التعليمية سواء للموظفين او بناء المدارس او تجديد المدارس والكلام ده كله. طيب هطلع منها تاني مصروفات 20 مليون مثلا للصحة، هبني مستشفيات، هطور، هزود علاج، هزود سراير في المستشفيات الحكومية، الكلام ده كله. يبقى الموازنة العامة للدولة هي الخزانة اللي هو تحديد الإيرادات والمصروفات. طيب تالت حاجة يا صاحبي: الخطة العامة للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يعني ايه الكلام ده؟ الاقتصادية والاجتماعية هنا قصده الاجتماعية زي المبادرات الايه؟ التطوعية او مؤسسات المجتمع المدني، زي مثلا حياة كريمة، زي رسالة، زي الكلام ده كله. طب الاقتصادية زي استصلاح الأراضي. استصلاح الأراضي يعني استصلاح الزراعة. الزراعة جزء من الاقتصاد. دي تحديد الخطة العامة للتنمية في الاقتصاد وفي الحياة الاجتماعية. رابع حاجة يا صاحبي: الناس دي بتعمل ايه؟ بتمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. السلطة التشريعية هي اللي بتضع القوانين، هي اللي بتقول هنعمل ايه في الكلام ده كله. مين اللي بينفذ؟ السلطة التنفيذية. طب السلطة التنفيذية لو مفيش حد بيراقبها هتعمل اللي هي عايزاه، ممكن ما تنفذش اصلا اللي قالته السلطة التشريعية. يبقى رابع حاجة مراقبة اعمال السلطة التنفيذية. زي ما قلنا كده في الخصائص بتاعت الشعب او المشاركة الفعالة للشعب
وهي في الحياه السياسيه او المشاركه في الحياه السياسيه، وهي مراقبه اعمال الحكومه عن طريق ممثلي الشعب. مين ممثلي الشعب؟ اللي هم النواب، اللي هم في مجلس النواب. نركز هتلاقي الدنيا كلها مربوطه ببعضها. طيب دي السلطه التشريعيه. طيب عندنا سلطه تنفيذيه. مين اللي بيتولى السلطة التنفيذية دي؟ الحكومة. مين رئيس الحكومة؟ هو الحاكم، اللي هو رئيس الجمهورية. الحاكم ده بيعمل ايه؟ بيرعى مصالح الشعب وبناء شخصيته ووحدته وتكامله. وشفتوا القسم اللي بيبقى مكتوب فوق السبورة؟ يرعى مصالح الشعب ووحدته وتكامله وحماية أراضيه وحماية مصالح الشعب. طيب يبقى رئيس السلطة التنفيذية هو الحاكم. طيب ده رئيس الحكومة. طيب يجي من تحته رئيس الوزراء ونوابه. طيب من بعده الوزراء ونوابهم، المحافظين ونوابهم. يعني السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية. الحاكم يعني رئيس بالنسبة لنا، رئيس الجمهورية. بيعمل ايه؟ يرعى مصالح الشعب، يعمل على سلامة الوطن ووحدته. طيب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. طيب ثالث سلطة عندنا وهي السلطة القضائية. السلطة القضائية مين بيرأسها؟ المحاكم والقضاة. المحاكم بقى باختلاف درجاتها. يعني مثلا بيقول لك في محكمة دستورية عليا، في محكمة جنح، في محكمة جنايات، في محكمة الأسرة. يبقى باختلاف نوعها ودرجاتها. تمام يا شباب؟ طيب يبقى كده السلطة التشريعية مين اللي بيرأسها؟ مجلس النواب. بيعمل ايه؟ اقرار السياسة العامة للدولة، الخطة العامة لايه؟ للدولة، في سواء في التنمية الاقتصادية او الاجتماعية. ثالث حاجة الموازنة العامة للدولة، 3 عامة. ورابع حاجة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وذلك نحو النحو المبين في الدستور. يعني هم الناس ديت مش بيراقبوا وخلاص، لا ده في دستور محطوط بيراقبوا من خلاله. طيب السلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية، يرعى مصالح الشعب ووحدته وسلامة أراضيه. تاني حاجة رئيس الوزراء ونوابه. تالت حاجة الوزراء ونوابهم، المحافظين ونوابهم، الحكومة، الشرطة، مراكز الشرطة، دي كلها سلطة تنفيذية. طيب السلطة القضائية، المحاكم والقضاء. والسلطة القضائية مستقلة، سلطة مستقلة بعيدة عن كل الكلام ده. المحاكم والقضاء باختلاف درجاتها وأنواعها. طيب أهمية وجود سلطة في الدولة، الحتة دي مهمة أوي يا شباب. س، أهمية وجود السلطة. السلطة بتعمل ايه؟ السلطة بتعمل 4 حاجات. السلطة بتعمل 4 حاجات. في الكتاب كاتب لك الاستقرار، الحفاظ على الاستقرار، الحفاظ على النظام، تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، حماية الأفراد والجماعات، وتمكين الدولة من ممارسة سيادتها. بالترتيب كده، أنا هقولهم لك بالترتيب بتاعنا عشان تفهمهم وتعرف تحفظهم. أول حاجة تمكين الدولة من ممارسة سيادتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الدولة، السلطة ديت طول ما هي موجودة وسلطة قوية، الدولة هتمارس سيادتها على الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية. هنعرف دلوقتي يعني ايه شؤون داخلية والخارجية، بس بالراحة. الشؤون الداخلية زي الحفاظ على الأمن العام الداخلي. طيب الشؤون الخارجية زي التمثيل أمام المنظمات الدولية أو عقد الاتفاقيات. لو في سلطة حاكمة قوية أو حكومة مركزية قوية، الدولة هتمكن من ممارسة سيادتها. طيب إيه النتائج المترتبة على إن الدولة هتمارس سيادتها؟ ال3 حاجات التانيين. تاني حاجة الحفاظ على النظام والقانون أو القوانين. تالت حاجة تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي كمان يا سيدي. رابع حاجة حماية الأفراد والجماعات.
مش هنلاقي ناس بتضرب وتقتل في بعضها. يوجد علاقة بين قوة المؤسسات واستقرار الدولة. يعني ايه؟ لما يجي لك سين، ما العلاقة بين قوة المؤسسات واستقرار الدولة؟ طبعا في علاقة، ان المؤسسات ديت لما تبقى قوية وتبقى فيها مبدأ الفصل بين السلطات. يعني ايه الفصل بين السلطات؟ يعني في سلطة تشريعية ديت مختصة بوضع القوانين وعرفنا بتعمل ايه بالظبط ومين يرأسها، وفي سلطة تنفيذية ديت بتعمل على تنفيذ التشريعات اللي بتقوم بها السلطة التشريعية، وفي سلطة قضائية دي سلطة مستقلة. يعني معنى كده في مبدأ فصل بين السلطات. لما يبقى في مبدأ فصل بين السلطات وما بين كل مؤسسة بتقوم بدورها على أكمل وجه، سوف تكون الدولة مستقرة، أو ده يساعد على استقرار الدولة. تمام يا صاحبي؟ طيب في سؤال هنا بيقول لك سين، ماذا لو غابت، ماذا يحدث إذا لو غابت السلطة المركزية؟ لو غابت السلطة المركزية ايه اللي يحصل؟ انهيار الدولة، عدم الاستقرار، عدم تحقيق الامن. مش هنا بيقول لك اهمية وجود سلطة؟ طب لو مفيش سلطة هنعكس الاربع حاجات دول: عدم تمكين الدولة من ممارسة سيادتها، عدم الحفاظ على النظام والقوانين، مش هيبقى فيه نظام وقوانين اصلا موجودة، عدم تحقيق الاستقرار سواء في السياسة سواء في الحياة الاجتماعية سواء في الحياة الاقتصادية، واخر حاجة مش هيبقى فيه حماية لحقوق الافراد او الجماعات او حماية الشعب. تمام؟ رابع حاجة من اركان الدولة وهي السيادة. السيادة قلنا معناها ايه؟ هو الاستقلال، استقلال الدولة، استقلال الدولة في اتخاذ قراراتها بما يتعلق بشؤونها الداخلية والخارجية دون خضوع الدولة لسلطة خارجية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السيادة معناها استقلال وسيطرة الدولة في اتخاذ قرارات على شؤونها الداخلية والخارجية. يعني ما ينفعش دولة أخرى تيجي تقول لنا اعمل ايه في دولتك، سواء في شؤونك الداخلية زي وضع القوانين أو تضع قانون كذا أو تضع قانون يحمي مصالحها هي أو يحمي المصالح الأجنبية. ده معناه عدم سيادة وعدم استقلال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هناخد دلوقتي الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية. الداخلية زي ايه؟ السيادة في الشؤون الداخلية زي ايه؟ اول حاجة إدارة شؤون المواطنين دون الخضوع لسلطة خارجية. تاني حاجة وضع القوانين والتشريعات، الحرية في وضع القوانين والتشريعات دون الضغوط خارجية أو دون خضوع لسلطة دولة خارجية. ثالث حاجة يا صاحبي حفظ الأمن. دي السيادة في الشؤون الداخلية. طب السيادة في الشؤون الخارجية، أول حاجة الحرية عقد المعاهدات، سواء معاهدات تجارية أو المعاهدات زي الاتفاقيات اللي احنا خدناها، الاتفاقيات السياسية اللي تفصل بين الحدود. طيب تاني حاجة التمثيل أمام المنظمات الدولية. يعني ايه التمثيل أمام المنظمات الدولية؟ زي منظمة الأمم المتحدة، احنا لينا عضو في الأمم المتحدة. ده في منظمة زي جامعة الدول العربية، لينا عضو مشارك في الدول العربية أو في منظمة الدول العربية. ده التمثيل أمام المنظمات الدولية والعالمية. طيب ثالث حاجة
إقامة علاقات دبلوماسية. يعني ايه إقامة علاقات دبلوماسية؟ يعني السفارات. انت بتشوف عندنا سفارة لكل الدول بتاعة العالم، سفارة لأمريكا وسفارة لفلسطين وسفارة للدول العربية زي الجزائر وتونس والمغرب، بتشوف سفارة للدول الأفريقية، سفارات للدول الآسيوية، عندنا سفارات لكل دول العالم تقريبا، واحنا نفس الكلام في كل دولة منهم لينا سفارة فيهم. طيب رابع حاجة استقلال الدولة في علاقاتها الخارجية اللي هي العلاقات الدولية. يعني من النهاية مفيش دولة تيجي تجبرنا نتعامل مع دولة مثلا السعودية تجبرنا ان احنا نتعامل مع ليبيا، مش عايزين نتعامل معاها، نتعامل براحتنا. طيب احنا مثلا بنتعامل لنا علاقات مع الجزائر، تيجي السعوديه تقول لنا لا ما تتعاملوش معاها، انت مالك، احنا نتعامل مع اي دوله براحتنا. ده اسمه استقلال الدوله في علاقاتها الخارجيه. اخر حاجه حمايه المصالح الوطنيه. يعني ايه حماية المصالح الوطنية؟ يعني في مناطق فيها نزاعات وصراعات، يعني نعمل احنا فيها نحمي المصريين اللي عايشين في مناطق الصراعات والنزاعات، زي مشكلة السودان من كام سنة. المشكلة اللي حصلت هناك في السودانيين بيضربوا في بعض، احنا في مصريين عايشين هناك بعتنا جبناهم، كده احنا حمينا المصالح الوطنية. طيب يعني كده السيادة هي استقلال الدولة في اتخاذ قراراتها بما يتعلق بشؤونها الداخلية والخارجية دون الخضوع لأي سلطة خارجية. طيب الشؤون الداخلية زي ايه؟ إدارة شؤون المواطنين، وضع القوانين والتشريعات، تالت حاجة حفظ الأمن والاستقرار. طيب الشؤون الخارجية زي أول حاجة حرية عقد المعاهدات. المعاهدات احنا حرين ان احنا نتعاقد او نعمل معاهدة مع اي حد، معاهدات زي معاهدات تجارية او معاهدات سياسية زي الفصل بين الحدود. طيب تاني حاجة التمثيل امام المنظمات الدولية زي منظمة الامم المتحدة او جامعة الدول العربية. تالت حاجة اقامة علاقات دبلوماسية زي وجود السفارات بين الدول، احنا عندنا سفارة في كل دولة وهم نفس الكلام ليهم سفارة عندنا، سواء الدول العربية او الدول الاسيوية او الدول الافريقية او دول العالم تقريبا كلهم. طيب رابع حاجة استقلال الدولة في علاقاتها الخارجية، مفيش دولة تجبرنا ان احنا نتعامل مع دولة اخرى، لا احنا لو عايزين نتعامل معاها نتعامل بكل اريحية وبدون ضغوط. اخر حاجة حماية المصالح الوطنية زي مناطق الصراعات والنزاعات، المصريين ملهمش دعوة، بنروح نجيبهم نبعت لهم طيارات يركبوا ونرجعهم تاني مصر دون الخضوع لأي سلطة خارجية، وهي ديت السيادة الخارجية. طيب يعني يوجد علاقة بين السيادة واتخاذ القرار. طبعا يوجد علاقة ما بين السيادة واتخاذ القرار. مش انا قايل لك ان السيادة استقلال الدولة في اتخاذ قراراتها بما يتعلق بشؤونها الداخلية والخارجية دون الخضوع لسلطة؟ يبقى هو هنا لما يجي لك سؤال العلاقة بين السيادة واتخاذ القرار هنقول له ايه؟ ان السيادة هي استقلال الدولة في اتخاذ قراراتها. يعني لو الدولة عندها سيادة هتبقى عندها حرية اتخاذ القرارات. طيب اتخاذ القرارات ديت عندنا شؤون داخلية وشؤون خارجية، وتقول له أمثلة زي اللي احنا كتبناها. الرئيس السيسي قال لك إن مصر ستظل منيعة بجبهتها الداخلية المتماسكة عاصية على المؤامرات والفتن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي مصر طول ما هي متماسكة داخليا وشعبها وجيشها يد واحدة ستكون عاصية وتفضل متماسكة وعاصية ضد اي مؤامرات واي فتن. ده مين اللي قال الكلام ده؟ الرئيس السيسي. طيب يا شباب احنا زي ما قلنا كده خلصنا الاربع اركان بتوع الدولة، هناخد دلوقتي نشأة ومقومات الدولة وعوامل استمرارها.